تفتكر ايه الفرق ما بين الكورس والسيستم؟ الكورس سواء مجاني من على يوتيوب او حتى مدفوع وقت مع شخص معين عمره ما هيبقى بجوده السيستم، لان الكورس كل اللي هو بيعمله انك بيديك المعلومات، بيعلمك في المجال اللي انت داخل تعرف عنه، بيديك معلومات فيه، بيقول لك الستبس اللي المفروض تمشي عليها. ولكن اي نجاح في الدنيا بيتحقق من السيستم، بيتحقق من مجموعه الخطوات اللي بتكمل بعضها، وهو انك تاخد المحتوى التعليمي اللي بيسموه كورس، وبعد كده تعرف ازاي هتستخدم المعلومات اللي جوه الكورس ده وازاي تقدر تستفيد منها وتطلع منها فلوس. لازم حد يبقى معاك وانت بتطبق خطوه بخطوه، ويبقى ليك متابعه مستمره من الشخص مقدم الكورس ليك او من الاكاديميه مقدمه الكورس ليك، ويبقى كمان تعرف اهم الادوات والمصادر اللي انت هتستخدمها. زي مثلا السيستم اللي احنا عاملينه في ذا جود اكاديمي، انت بتتعلم اساسيات التسويق الالكتروني، بتتعلم التسويق على فيسبوك، بتتعلم التسويق على انستجرام، بتتعلم التسويق على تيك توك. بعد كده بتاخد كورس منفصل اسمه كورس كيفيه الربح من التسويق الالكتروني، علشان تقدر تحول كل اللي انت اتعلمته ده لفلوس وشغل. وبعد كده بتاخد ملفات زي اهم 10 ادوات للمسوقين، اهم 36 اداه ذكاء اصطناعي للمسوقين وصناع المحتوى، اهم 100 اداه ذكاء اصطناعي لزياده الانتاجيه للشركات، بتاخد اهم 3 كتب في صناعه المحتوى. فانت بتبقى خدت المحتوى التعليمي، عرفت ازاي هتستخدم المحتوى ده في انك تطلع فلوس، وخدت اهم الادوات والمصادر اللي هتساعدك في رحلتك. هي دي فكره السيستم اللي بياخدك وانت ما تعرفش حاجه خالص لحد ما يوصلك انك تبقى محترف وبتكسب فلوس. عشان كده دايما خلي السيستم عندك، مش بس الكورس. الكورس لوحده مش كفايه، لازم السيستم عشان توصل للحاجه اللي انت بتحلم بيها او الحاجه اللي انت بدات الرحله دي عشان توصل لها. ولو عاوز تعرف تفاصيل اكتر عن سيستم ذا جوت اكاديمي، اكتب لي في الكومنتس كلمه سيستم وهبعت لك التفاصيل لحد عندك. وما تنساش تعمل لنا فولو عشان دايما هنزل لك محتوى يساعدك في الماركتنج. انا زياد سليم وموجود هنا علشان اساعدك.